بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زلنا مع كتاب الصيام من كتاب مختصر الإمام القدوري رحمه الله. قال المصنف رحمه الله: وإن نام فاحتلم أو نظر إلى امرأة فأنزل أو ادهن أو اكتحل أو احتجم أو قبل لم يفطر. يتكلم المصنف عن مفسدات ومبطلات الصيام. أولا بيان المفطرات التي ورد فيها نص. أولا المفطرات في اللغة، المفطرات لغة جمع مفطر وهو نقيض الصوم، وأفطر الصائم أي حان له أن يفطر ودخل وقت فطره. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أقبل الليل منها هنا وأشار إلى المشرق، وأدبر منها هنا وأشار إلى المغرب، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. والفطور بالفتح ما يفطر عليه الصائم. والمفطرات في الاصطلاح هي الأمور التي تطرأ على عبادة الصيام وتكون سببا في فساد هذه العبادة. والمفطرات التي تفسد الصوم نوعان: أولا مفطرات مجمع عليها، وهي الأكل والشرب عامدا، الجماع عامدا في نهار رمضان، القيء عامدا، خروج دم الحيض والنفاس، واستخراج المني عامدا متعمدا. هذه مفطرات أجمع العلماء على أنها تفطر الصائم. القسم الثاني مختلف فيه وهو الحجامة، وستأتي إن شاء الله عما قليل. أولا الاحتلام إذا نام المرء في نهار رمضان واحتلم فإن صومه صحيح ولا يفسد الصوم. دليل ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يفطرن الصائم: القيء والحجامة والاحتلام. القيء والحجامة والاحتلام. والقيء كما سنذكر إن شاء الله أن يغلب على الإنسان، لا يتعمد الإنسان القيء، أما لو تعمد القيء فإن صومه يفسد. روي هذا الحديث من طريق أبي سعيد الخدري وابن عباس ومن طريق ثوبان، ورواه أبو داود في سننه عن سفيان عن زيد بن أسلم عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفطر من قاء ولا من احتلم ولا من احتجم. قال أبو عمر الإمام ابن عبد البر رحمه الله: قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصائم يصبح جنبا ما فيه غناء واكتفاء عن قول كل أحد، وقد دل كتاب الله على مثل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قال: فإذا أبيح الجماع والأكل والشرب حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود فمعلوم أن الغسل لا يكون إلا بعد الفجر. ومن الحجة أيضا في ذلك أن العلماء أجمعوا على أن الاحتلام بالنهار لا يفسد الصيام. وفي حديث سمي عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين وعن السيدة سلمة أم المؤمنين رضي الله عنهما عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام أنه سمع أبا بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام يقول:
كنت أنا وأبي عند مروان بن الحكم وهو أمير المؤمنين، فذكر له أن أبا هريرة يقول: من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم. فقال مروان: أقسمت عليك يا عبد الرحمن لتذهبن إلى أمي المؤمنين عائشة وأم سلمة فلتسألنهما عن ذلك. فذهب عبد الرحمن وذهبت معه حتى دخلنا على عائشة فسلم عليها ثم قال: يا أم المؤمنين إنا كنا عند مروان ابن الحكم فذكر له أن أبا هريرة يقول: من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم. قالت عائشة: ليس كما قال أبو هريرة يا عبد الرحمن، أترغب عما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ فقال عبد الرحمن: لا والله. قالت عائشة: فأشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم ذلك اليوم. ثم خرجنا حتى دخلنا على أم سلمة فسألها عن ذلك. قالت مثل ما قالت عائشة. قال: فخرجنا حتى جئنا مروان بن الحكم فذكر له عبد الرحمن ما قالتا. قال مروان: أقسمت عليك يا أبا محمد لتركبن دابتي فإنها بالباب فلتذهبن إلى أبي هريرة فإنه بأرضه بالعقيق فلتخبرنه ذلك. فركب عبد الرحمن وركبت معه حتى أتينا أبا هريرة فتحدث معه عبد الرحمن ساعة ثم ذكر له ذلك. قال أبو هريرة: لا علم لي بذلك إنما أخبرنيه مخبر. في هذا الحديث دلالة على أن من أصبح جنوبا عن جماع فإن صومه صحيح، ومن أصبح جنبا عن احتلام فإن صومه صحيح، ومن احتلم في أثناء نهار فإن صومه صحيح أيضا. دل على ذلك هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.